واحد من أهم القوانين اللي بيحكم حياتنا هو قانون التفريغ والتعبئة. يعني إيه؟ يعني أنا بترك شيء لا يخدمني عشان أحصل على شيء تاني يخدمني وبيطورني. تمام؟ طب شيء زي إيه؟ أي شيء. يعني مثلا فكرة، معتقد، شعور، علاقة، شغل، عادة. اللي بيحصل هنا إن أنا لما بترك الشيء ده بخلق سبيس، بخلق مساحة عشان أقدر أستقبل فيها الشيء الجديد، لأنه لا يمكن إن أنا أقدر أستقبل شيء جديد من غير ما أكون مفضياله سبيس معين يقدر إن هو يجيلي فيها. وهنا التريك اللي بيقع فيه معظم الناس، ان انا لو ما كنتش منتبهه وعارفه وعندي وضوح تام انا اصلا عايزه ايه وبفضي او بفرغ المساحه دي لايه، هتبتدي ان المساحه اللي انا فضيتها دي ترجع تتعبى تاني بنفس الاشياء القديمه هي. فلازم اكون منتبهه جدا ومدركه وعندي وضوح تام لايه الاشياء اللي انا عايزاها تدخل حياتي الجديده. هديكم مثال بسيط جدا. دلوقتي انا قررت واخترت ان انا مثلا اتعلم لغه جديده، فاللي بيحصل ان انا خلاص هبتدي ان انا اترك شيء قديم، زي مثلا ان انا التصفح السوشيال ميديا بالساعات، ان انا قاعده بتفرج على التلفزيون. خلاص انا قررت ان انا السوشيال ميديا تبقى ساعه الصبح وساعه بالليل مثلا، فانا كده خلقت سبيس، خلقت مساحه. لو ما استغلتش المساحه دي وكنت مدركه الوقت ده انا هقسمه بحيث ان انا اتعلم الشيء الجديد بخطه واضحه معينه، هيرجع يتعبى تاني من اول وجديد بنفس الشيء اللي انا كنت بعمله. فعايزاكم تكتبوا لي في الكومنتس ايه الشيء اللي لا يخدمكم، اللي ممكن تقرروا ان انتوا تسيبوه وتتخلوا عنه وتفرغوا مساحه لشيء جديد انتوا عايزينه يدخل حياتكم.